السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبتين اخ سعد، مرحبا باخواني المتابعين. هذا ايش نقول لك، هذا الاخ اللي كان يتكلم بلسان صحراوي، هذا ما هو عارف مستقبله من عقابه. تسمعوني؟ ايوه انا اسمعك، كمل. انت صحراوي انت؟ والله لا صحراوي، ابن عجل. صحراوي اصلي ولا صحراوي متبن؟ والله لا، ابن عن جد، الحمد لله. ونعم ونعم. اذا تعرف خلوني. اي كمل. تكلم كمل. راك نزلتني قبيل وما ما ايوه ايوه، لانه انا ارفض المقاطعه، أنت كل شويه كنت تفتح وتتكلم وانا ما احب لا احد عادي، يقاطع لا حد. لا عادي، مش مشكلة. غير شي شوف، الإنسان إذا عاد يقول حقيقة يقولها حتى في راسه. إذا اي عاد واقعي، إذا عاد واقعي يقول الأخطاء في راسه ويقولها في واحدين ثانيين. هادو الإخوان اللي يتكلموا ويقولوا لك عنهم هما من جبهة واسمح لي بهذا النطق البوليخاري، وهادو اللي قالوا عنهم اللي إحنا صراحة ما نعرفهم يا أسعد شرعي. بدون هادو سب من ناس. فضلك. أيوة أنا ما قاطعتك. الا قاطعته انت قاطعته قطعته مرة إيه. قطعته مرة إيه. غنيت. طيب هو يعرفني، يلا هو يعرفني وأنا نعرفه إيه. يلا انتوا تعرفوا بعض، تعرفوا بعض. لا لا، ما نعرفوا بعض، ما نالله. طيب ذا انت نوع ما انت نعرفه. لحظه، انت صحراوي، اين تسكن؟ أنا أصلا من البوليزاريو أنا. انت بوليزاريو؟ إيه. تشابهت علي البشر. انتوا الاثنين متفقين ولا مختلفين؟ انت بوليزاريو خط والله الشهيد. والله الذي لا إله إلا هو ماني متفق معاه. طيب انت من البوليساريو وتسميها بوليخاريو، كيف لا كيف؟ بوليخاريو بيمولي بوليخاريو، لأن الإنسان قال لك يقول المثل يعني نعتو حتى ما يبغي وخليه، يعني يقول المغاربة ديه حتى ما يبغي وخليه. هما هادو الناس هادو تبعية، يحبوا العيش في المستنقعات للأسف. يا اخي ماني هذا جاي. يا اخي هم يعيشون في مخيمات العزة والكرامة، ماذا تريد انت؟ هو هذا اللي بغيت نقول لك انا. ما دام تكلمت على هذه المسألة، انا غادي نقول لك شي ثاني. قل. عنده مشكلة، تفضل يا بنت السمارة. انا ما أخي عنديش إسعاد، مشكلة. نتكلم عن الإخوان. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأخ أسعد. أنا طلعت باش نبارك العواش الإخوان في مكانه، ونقول لكم عيدكم مبارك سعيد، وتحية من القلب لكل مسلم ومسلمة. كل عام وأنت بصحة وسلامة. أنت في مخيمات العزة والكرامة ولا أين أنت؟ أنت أخت صحراوية صح؟ أنا في مدينة سمارة، الصحراء المغربية. إذن أنت مش في مخيمات العزة والكرامة للأسف. لا لا أخويا، أنا واخا يبركوا علينا، واخا يقولوا لي قايلوا، واخا ما تعلمناش أننا نعاودوا نردوا عليهم، حنا نعايروهم ولا نخسروا الكلام مع شي حد. احتراماتنا لكل الشعوب. جميل. احتراماتنا لكل الشعوب وكل مسلم فوق الراس، مهما قالوا، مهما تنقول الاخوان كامل الاخوان انكم ما تبقاوش تردوا عليهم، مادام اننا حنا مقتنعين والحمد لله حنا معترفين، ما كنحتاجوش ان شي واحد يعترف بينا. وثانيا الملك فوق الراس دائما، نحن نقول عاش الملك، ابى من ابى، كيبغاو كيكرهوا. حنا ماشي ما يدخلش فينا شي واحد براني، حنا كنعرفوا راسنا، ما نحتاجوش ان شي واحد يشهد لينا. جميل. أوكي. يعني مع السلامة. شكرا لك يا أختي، شكرا، بارك الله فيك. الأخ سبخة كان عنده مشكلة أو قفل الميكروفون أو قطع الاتصال، ما أدري ما الذي حصل له. طيب دقيقة، الأخ هذا اللي طلع تفضل. يا ما نزل الأخ، شوفوا أنا ما مسكت التليفون، أنا والله ما مسكت التليفون خالص، نزل من نفسه. طيب أنا الأخي أنا سأرد عليه على مسألة أنت ماذا تريد أنت. يعني إذا أنا يعني لايفاتي هذه ستسبب فتنة أقسم بالله أقفلها. يعني إذا ضمنتوا لي أنتم يا جزائريين أنكم لن تقدحوا في أعراض المغاربة، وأن تسلموا بالوحدة الترابية للمغاربة، وأن تكونوا إخوة جيران متحابين، أقسم بالله العظيم أقفل هذا كلها.
إذا قفلت لايفاتي ستؤم المحبة والسلام والوئام، وستنتهي موضوع الصحراء وبوس بير، كل هذه الأمور كلها نقفلها الآن، أوعدكم قسما بالله نقفلها. إذا المشكلة فيني أنا يا أخي بسيطة جدا، إذا المشكلة فيني أنا أقفل الدنيا كلها علشان سود عيونكم يا جماعة. والله الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، كان أسعد الشرعي ولا أي واحد آخر لعنة الله عليه من ما كان. الأخ كان يتكلم ونزل فجأة دون أن أمسك التليفون، والله ما مسكت التليفون، ويقولون أنني كنت أمدح الجزائر. يا أخي أنا لا زلت أمدحها، لا زلت أمدحكم إلى اليوم، وأقول بلد جميل وبلد محترم، يعني ممكن تكونوا بلد هكذا جميل ورائع. أيوة في مشكلة في اللايف يا جماعة، لازم تكبسوا في شيء هكذا. يمكن صاحبنا هذاك الذي بلا هوية الصحراوية كان يعمل لنا سينيالات وإحنا مخلينها. عمري لا تملقت للجزائر ولا كنت أمدح الجزائر ولا حاجة. اللي طلعت قلتها لكم مرة عندما يعني قلتم أنه عندما بينت لكم وقلت لكم أقسم بالله في مقطع سأكون مع الجزائر إذا ثبت لي أن المغاربة يدعمون فصيلا انفصاليا يهدف إلى تمزيق الوحدة الترابية للجزائر. كنت أقول أقسم بالله سأكون معكم. هذا التملق الوحيد، وهذا مبدأ عندي أنا، لا أرضى بالتقسيمات لا في بلدي ولا في أي بلد آخر. وعلى هذا الأساس نحن واقفين مع المغرب، واقفين معهم، وهم لا يحتاجونا ولا والله لا محتاجهم ولا هم محتاجيني. طيب نسمع لغيركم. أيوة حلو جدا حلو جدا. هي لحظة 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 بس، وقفوا